بتقولي مي انا ابني عنده 16 سنة وبجد التعامل معاه بقى مستحيل. كل يوم دراما جديدة، النهاردة بيزعق ويصرخ ومش عايز يذاكر، امبارح كسر موبايله علشان منعته من اللعب، اول امبارح قفل على نفسه في الأوضة ومش عايز يكلم حد. انا بقيت بخاف اصحى كل يوم، ده اللي هي بتقوله، عشان مش عارفة هلاقي ايه اليوم ده، وبقيت عصبية على بقية ولادي بسببه. حاسة اني فاشلة كأم ونفسيتي بتتدهور ومش عارفة اتصرف ازاي. انا بقى عايزه ارد عليكي واقولك انتي مش فاشله، وده طبيعي جدا اللي بيحصل ما بينك وما بينه، لان هو ده سن المراهقه وطبيعي بيحصل فيه حاجات شبه كده على طول. لكن اللي مش طبيعي انك تسيبي صحتك النفسيه تتدمر علشان تتعاملي مع الدراما بتاعت ابنك. ايه اللي المفروض تعمليه؟ اول حاجه محتاجه تعمليها انك تبعدي نفسك عن الدراما شويه، فلما يبدا يصرخ ويزعق ويعلي صوته جامد قولي له طب بص انا هتكلم معاك لما تهدى وتتكلم بصوت بالراحه وواطي، فشوف انا هقعد هناك في الليفينج مثلا او في الاوضه الفلانيه، لما تقدر تتكلم معايا بالراحه تعالى نتكلم مع بعض. تاني حاجه حطي حدود للطريقه المناسبه للتعامل معاكي، فتقولي له انا مستعده اقعد اتكلم معاك واسمعك، بس نتكلم مع بعض باحترام وبصوت واطي شويه، انا عارفه قد ايه انت متضايق ومتعصب وفي حاجه مضايقاك، بس لما تقدر تتكلم بالراحه تعالى نتكلم مع بعض، لان طريقه الكلام دي غير مقبوله في البيت ومش دي الطريقه اللي بنستخدمها مع بعض. تالت حاجه لازم تحمي بقيه ولادك وتفهميهم ان السلوك ده مش مقبول، وان محدش المفروض يتقبل ان حد يتكلم معاه بالطريقه دي في البيت. والخطوات اللي انت بقى محتاجه تعمليها علشان تحمي صحتك النفسيه وتعرفي تتعاملي معاه بالراحه، ان ما تخليش مزاجه يتحكم في مزاجك. لما تحتاجي بريك خدي بريك، لازم تفكري نفسك ان دي مرحله وهتعدي، وان هو مش قاصد يعمل كده علشان متضايق منك او بيكرهك. اطلبي مساعده لما تحسي ان انت بجد مش قادره. اكتبي لي كلمه ويبينار في الكومنتس وهبعت لك كل التفاصيل على الويبينار اللي هعمله الشهر ده اللي يساعدك تعرفي تحطي حدود ازاي لنفسك.